صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثبت نسب مروة مبارك لعائلة مبارك أكتر من مرة في محبسها. طلع امبارح كلام كتير قوي على التيك توك في لايف إن مروة اتعمل لها أكتر من مرة تحليل DNA علشان إثبات النسب، علشان يثبتوا إذا كانت هي صح ولا مش صح. في اكتر من محامي عمل كده. طيب في محامي طلع امبارح وقال هي ليه مروة ما بيثبتش نسبها او بتعمل قضية نسب في بريطانيا؟ لان علاء مبارك وجمال مبارك معاهم جنسية من بريطانيا، فلو قدمت هناك يعني محضر او قضية او رفعت قضية نسب هناك هيتم النسب ليها. يعني سيبك حتى من هنا خالص، لو انت عايزة تثبتي نسبك ليه ما بتروحيش او ليه ما رحتيش بريطانيا هناك وعملتي؟ في بقى محامين بيقولوا ان احنا ممكن ناخد عينة من مروة ونرفع قضية نسب من هناك، لان هناك جنسيتهم يعني هم واخدين علاء مبارك وجمال مبارك جنسية بريطانيا من ساعة ما حصل الثورة ومن ساعة الهوجة اللي حصلت دي كلها، وهم هناك واخدين الجنسية. فليه ما نرفعش قضية من هناك علشان نثبت نسبها ونجيب لها حقها في موضوع النسب اللي هي كانت بتتكلم عليه سنين وسنين، ان هي عايزة تثبت نسبها من مبارك وعائلة مبارك وجمال وعلاء مبارك كانوا رافضين ان هم يعملوا التحليل. فليه احنا ما نروحش هناك ونرفع قضية بكده، قضية نسب بكده؟ طيب هنا اترفع اكتر من تحليل لمروة داخل محبسها. يعني خدوا من مروة عينة، كام محامي وكذا محامي خدوا من مروة عينة وثبتوا نسب مروة لمبارك. طب ازاي ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه؟ هل جمال مبارك وعلاء مبارك وافقوا بكده؟ جمال مبارك وعلاء مبارك في حد مسؤول كبير هو اللي قال لهم اخلصوا من الموضوع كله. فلما ثبت نسب مروة محدش رضي يتكلم تاني في الموضوع. طب هنتكلم ازاي ونثبت ازاي ونطلع ورق بكده ازاي؟ فقال له لازم تسافر بره علشان ترفع القضية النسب دي بره، وهم ساعتها هيدوك ورق ان دي نسبها يبقى من مبارك او كمان من ايمان التوخي، لان ايمان التوخي هي بتنكر حاجة زي كده، بس مروة معاها ورق ومعاها ناس ومعاها شهود ان هي يعني بنت ايمان التوخي وكمان حسن مبارك. اللي ما يعرفوش ناس كتير ان علاء مبارك وجمال مبارك عرضوا عليها 5 مليون دولار علشان تسكت وما تتكلمش تاني في قضية النسب، وهي رفضت. هي قالت لا، انا مش هعمل كده، انا عايزه اثبت نسبي مش اكتر، لكن ان انا اخد فلوس انا مش عايزه فلوس. في ناس كتير قوي عرضوا عليا ان انا اخد فلوس وانا مرضتش، انا مش هعمل كده، انا عايزه اثبت نسبي لعيله مبارك مش اكتر من كده، لكن فلوس لا. وطبعا مروه كانت ممنوعه من الكلام في اي اعلام، يعني اي اعلام ممنوع ان هو يتكلم في قضيه مروه او مين مروه، او في شخصيه طالعه تقول ان انا بنت حسن مبارك، كان ممنوع خالص ان اي حد يتكلم في الموضوع ده. لكن مروه كانت بتحارب لوحدها، مروه كانت بتطلع على المنصه التيك توك او كان في ناس بتاخد منها الكلام وتنقله على جميع المنصات علشان يعني تثبت نسبها او كانوا متعاطفين معاها. لكن مروه لما كترت في الكلام وجابت اسم حد مهم قوي مروه اتمسكت، او جه واحد اسمه إليكس اداها ورق وقال لها لو عايزه تثبتي نسبك اظهري القضيه ديت، القضيه اللي محدش عايز يتكلم عليها وما ينفعش ان انا اتكلم عليها، وانا هثبت لك نسبك وانا اللي هجيب لك التحليلات وانا اللي هقول دي بنت حسن مبارك كمان في جميع الاعلام. وبالتالي مروه اول ما اتكلمت وجابت سيره ناس معينه مروه اتمسكت. مروه اتمسكت ازاي؟ مروه يعتبر اتخطفت، مروه ما اتمسكتش كده بامر حكومه، مروه اتخطفت من بيتها، اتقطع كل الورق اللي معاها وكمان الفلاشات اللي كان إليكس دوت او شخصيه تانية مداها لها،
كل ده اتمسك وكل ده اتسرق من عند مروة علشان ما يبقاش في اي دليل بالاسامي اللي مروة قالتها. مروة ما كانتش بتقول اسامي بس، مروة كمان كانت بتجيبه من اول مامه ولدته لحد ما طلع وكبر كمان. مروة كان معاها ورق يودي ناس كتير في داهية. مروة اول ما اتكلمت على حد معين كبير، حد معين كان في تجارة الاعضاء وخطف الاطفال، مروة اتمسكت على طول، او زي ما هنقول كده مروة اتخطفت من بيتها واترمت عند الحكومة، واتقال ان هي ايه، هي اللي سلمت نفسها بنفسها. هي حتى ما كانتش قادرة تتكلم من كتر اللي حصل لها لما مسكوها هناك. مروة كانت هتفتح او فتحت بعض الكلام، فتحت بعض الاسامي، لكن كانت هتفتح في اسامي تانية كتير قوي، اسامي بجد كانت بره وجوه كمان. وبدليل ايه بقى كمان؟ بدليل ان مروه ما خرجتش لحد النهارده. طب مروه محبوسه ليه؟ مروه محبوسه لشهره واساءه لوفاء عامر. طبعا هي محبوسه في قضيه وفاء عامر، القواضي التانية لا مش محبوسة فيها. محبوسة في قضية وفاء عامر اللي هي واخدة فيها 200 و100 ألف جنيه غرامة. طب ليه؟ علشان شهرت بيها أو أساءت ليها. طب ما هي برضك مروة شتموها وشهروا بيها وأساءوا ليها وكل، لا احنا مروة عايزينها محبوسة جوه. طب ليه؟ طب ما هي زي ما دول شتموا دول شتموا، دي اتحكمت دي كمان تتحكم او يتحكم على دول. لا احنا عايزين مروه بس اللي جوه، او بمعنى صح احنا بنتلكك لمروه علشان تبقى جوه. طب ليه تبقى جوه؟ علشان مروه جابت سيره ناس كتير، او مروه عايزه تثبت نسبها، او مروه جابت كلام ما ينفعش يتقال، او قضيه ما تنفعش تتفتح. طب وبعدين مروه مش هتخرج، مروه مش هتخرج لحد ما في محامين محترمين لحد النهارده لسه فاتحين القضيه. لحد طبعا ما احنا اتكلمنا امبارح وقلنا ان مصطفى برضك اتفتحت قضيته وثبت كلامه، والقضيه بتاعت تجاره الاعضاء مش هتنام لحد ما كل واحد يتحاكم ويتحاسب. لازم يتحاكموا ويتحاسبوا. زي ما دي اتكلمت زي ما انتم ما بتقولوا كده مش عايزين تطلعوها، ما برضك مش عايزين يطلعوا برضك مصطفى سليم، مش عايزين يطلعوه ليه؟ علشان قال كلام وجاب سيره ناس ما ينفعش يجيب سيرتهم، وما ينفعش يقول الكلام دوت. عشان كده هو محبوس ومروه برضك محبوسه. طب الاتنين هيطلعوا امتى؟ لحد ما يطلع لنا محامي محترم ويثبت براءتهم ويثبت كلامهم. ولحد النهارده او لحد امبارح فعلا في اثبات كلام. استنى يا اخواتي في تعليقات يقولوا لي ايه رايهم.